استبدلها او استرجعها في خلال ال 15 يوم. فما كانش معايا فاتوره، او البائع ما ادانيش فاتوره، او انا نسيت وتناسيت ومشيت من غير ما اخد فاتوره، وعندي مشكله في السلعه، ارجع لحمايه المستهلك بشكوى. اذا رفض البائع يتعاون معايا، ايه الاسلوب؟ انا معيش فاتوره، ايه اللي يثبت لي ان انا اشتريت؟ او جهاز حمايه المستهلك هيساعدني ازاي او يقف جنبي ازاي في المشكله دي؟ او ممكن ان هو لو البايع انا لجأت له ورحت وبقول له ان انا عايز ارجع السلعه، رفض او قال لي ما فين الفاتوره؟ الفاتوره ضاعت، الفاتوره كذا، الفاتوره يعني هو رفض يتعسف معايا فعلا. هو اخراج الفاتوره من البائع ده الزامي على البائع. تمام. عدم اعطاء المستهلك فاتوره ده مخالفه عند البائع. هو ما خدش الفاتوره برضه مخالفه عند البائع. القانون صريح، اي سلعه يطلع قصادها فاتوره، وهو هنا عدم ان هو صدور فاتوره لهذا المشتري، لهذا المواطن، لهذا المستهلك، انك انت ما اعطيتنيش فاتوره نظير الشراء اللي انا عملته، فانت وقعت في مخالفه. المخالفه مخالفتين، ده تهرب ضريبي ومخالفه حمايه مستهلك. تمام. لان منصوص عليها في بند من حمايه المستهلك، وعليها جزء، عليها مخالفه، عليها غرامه، وغرامات حمايه المستهلك غرامات شديده جدا. دي وصلت النهارده من 100,000 الى 3 مليون، وفي جرائم اخرى بتستدعي الحبس لو وقع ضرر صحي على المواطن. هيتحبس اللي هو وقع في هذه الجريمه. لكن احنا بنقول المواطن ما تأثرش في حقك. بالزبط. احصل على الفاتوره، احصل على مستند. هو ده الوعي اللي انا عايزه اوصله للمواطن. عايزين نأكد المعلومه اللي زميله الاستاذه زينب طرحتها، الا وهي انه المواطن عليك انك لازم وانت بتشتري تاخد فاتوره من البائع. البائع اللي بيمتنع على انه يعطيك فاتوره ده يعتبر بائع مخالف نمره واحد. فاصرارك على انك تاخد الفاتوره دي ده شيء مهم. مزبوط. هي فايده ليك في الاول، مظبوط، ثم تنتقل هذه الفايده للدوله، لانه الفاتوره اللي طالعه دي اللي انت دفعت فيها فلوس، هناك هامش من هذا المبلغ يوجه ضريبه للدوله. مظبوط. اللي احنا بناخد حصيلتها وبنأدي بيها خدمات للمواطن. مظبوط. يبقى اذا اول رساله احنا بنوجهها للمواطن، فاتورتك حقك ما تتنازلش عنه. تماما. طيب، والبائع او اي مكان يمتنع عن اعطائك فاتوره، لابد ان انت تتواصل مع جهاز حمايه المستهلك والابلاغ عن هذا. بالظبط كده، لانه مخالف. ننتهي